السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا رجال، كيف حالكم؟ إن شاء الله هذا الفيديو أرويكم بس روحانية رمضان في أجواء البلاد وأجواء الأرياف. أتمنى لا تخرجيش من المقطع، شاهدوا المقطع هذا للأخير. أحلى حاجة يا شباب بالبلاد إنك تشوف البيوت القديمة من الداخل ومن الخارج، تشوفها جميلة جدا. أي أيام نشتاق لهذه الأماكن والله. الحين بنخرج نتسوق أو نشتري أغراض. خليكم مع المقطع إن شاء الله. سبحان الله. بس وإلى هنا وصلنا إلى الجد نصر، صاحب الابتسامة الجميلة، وما يحلى رمضان إلا بصوته في الأذان، ومحبوب عند أصحاب القرية. ولفنا معه على أجواء رمضان وسألناه كيف أجواء رمضان، فتابعوا كيف كان رد الجد نصر. وكيف الصيام؟ كيف رمضان؟ الصيام سعد من الدلوعة. الله يعينك. ما بش لا شكل لا طاب ولا حماك ما ولا بحاجة ولا شوف فايتي واحد يشبع الحمد لله. معنا خير والله، معنا ساشي بعد الوقت. ما في واحد ندير في هذا نصيب. اي والله. واكتملت السوالف مع جدي نصر وكملنا يومنا. شاهدوا. المدينة يعني احنا عايشين بالمدينة، يعني مثلا السوق قريب، تخرج متى ما تشتهي، تخرج بعد المغرب تخرج. اما الارياف بعيد، السوق بعيد على القرى، لازم تحتاج لك خرجة واحدة تأخذ كل اغراضه وترجع. يعني لو نسيت حاجة تودف. المدينة لو نسيت حاجة ولا شيء عادي، البقالة قريب من جنبك، الاسواق قريبة منك، فالحمد لله. بس بالقرى صراحة يعانوا، والله انهم يعانوا، بس الحمد لله عايشين اقسم بالله عيشة مفتهنين، الحمد لله احسن من اي واحد. ناظرين للمتر لهذا الحين، تخيلوا عادوا ما جاش، يعني يتصل لنا يقول لنا قد هو في الطريق، والله اخرنا. اصلا بالبلاد ما نروح الا مترات، السيارة مستحيل تخرج، لأن الدب البترول قد هي ب15,000. نروح بمترات ناخذ قات وناخذ أغراض رمضان يعني. وأخيرا وصل، وهنا بدينا نتحرك إلى السوق. وصلنا إلى الطريق المرصوص الذي تساعد أصحاب القرية بالتكاليف، جزاهم الله ألف خير.
بعد مسافة طويلة وصلنا السوق. سيد ولد عدنان حبيبك من توسل بك وفي أن تذهب الأحزان، أن تذهب الأحزان والأمحان باللطف الخفي وتكشف المهموم وتكفينا مهمات الأمور يا حي يا قيوم. قد ضاقت الأحوال وضاع الاحتيال والاجتياد وخبت الآمال إلا فيك يا رب العباد في خفيف الأثقال. وانتهت رحلتنا لهذا اليوم. طبعا قد خرجنا سوقنا وفعلنا كلها. ان شاء الله الفيديو هذا ينال اعجابكم. صح انه فيديو ظريف لطيف قصير. اهم شيء حبيت ان اقول لكم البساطة اللي يعيشوها اصحاب الارياف والقرى.